مشاهدينا اليوم رح نتعرف على اليوتيوبر مروان سكيف من طرطوس اللي دخل هذا المجال ونجح فيه وصار عنده كتير متابعين بفضل الفيديوهات اللي عم بيقدمها تمثيل واعداد. اهلا وسهلا فيك مروان، نورتنا اليوم. خبرني يا مروان، قد ايه بيستهويك يعني موضوع السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب؟ هلا هو يعني هن القصص اللي انا كثير بحبها، حتى انه مفضلها على دراستي نوعا ما. وانت بس تشوفي حالك عم ترسمي البسمه على وجوه عالم، فاكيد هالشيء رح يشدك اكثر واكثر يعني. حلو. خبرنا عنك، يعني نتعرف عليك اكثر. شو هي دراستك وايمت بلشت بهذا المجال؟ انا مروان سكيف، عمري 19 سنه. عم ادرس تسلمي، عم ادرس اداره اعمال بالجامعه الافتراضيه. بلشت باليوتيوب، هلا انا كان طموحي بلشت احضره هيك كان عمري 15 سنه. بعدين ما كان في فرصه، انه ما كان عندي افكار، ما كان عندي معدات صور ونزل. فتقريبا لحتى صار عمري 17 بال 2018 بلشت اول فيديو. 2019 لا 18. هيك بس القصه. طيب، انه انت شو اللي خطر لك انك تفوت بهذا المجال، انه انت لا تصور تنزل؟ يعني مين وجهك على هذا هو الموضوع؟ بشكل عام يعني انا من انا وصغير بحب الشهرة، بيستهواني هالمجال، يعني بحب انه صور نزل، بحب التصوير. قبل ما بلش باليوتيوب كنت مصور، كنت جبت الكاميرا وبلشت صور صور عادي. بعدين بلشت ادخل اكثر بمجال الفيديو، حب مجال الفيديو اكثر. حلو. طيب، شو الخطوات اللي لازم يمر فيها المحتوى ليصير جاهز للتقديم؟ هلا كل صانع محتوى عنده خطواته الخاصة، يعني في عالم فورا بتبلش تصوير، في عالم حتى انه في انواع محتوى بتتطلب انه خطوات غير الثاني. هلا بالنسبه للمحتوى اللي انا بقدمه، بلش بالتسجيل، تسجيل ملاحظات، تسجيل تحضير للفكره. بعدين بلش جهز العده اللي بدي صور فيها، بلش تصوير، بعدين بقى مرحله المونتاج. بعد المونتاج بيكون جاهز لانه يتنزل. وكيف تعلمت المونتاج وهي القصص كلها مروان؟ هلا مونتاج بلشت اول شيء على برامج كثير صغيره وكثير ضعيفه، يعني هدول اللي بيطلعوا ووتر مارك، العلامه المائيه وهالقصص. بعدين بلشت احب اكثر، يعني وقت شفت حالي بلشت انجح اكثر بالفكره، وبلش انه يصير في عالم تحضرني، وانه حس انه بدي اقدم شيء احسن. بلشت احاول طور حالي على اليوتيوب نفسه، انه اتعلم. هلا حاليا عم منتج على الادوبي بريمير. هو برنامج مانو كثير صعب بس مانو سهل، فتعلمته كله على اليوتيوب. عملت كورس كامل على اليوتيوب لإله، وبلشت طبق وصور ومنتج عليه. حلو. قد ايه عندك فيديوهات؟ الظاهرين للعلن في تقريبا 175 حاليا. في قصص مخفية نزلت وانخفت لأنه فيها محتوى ما لازم ينعرض بوقتها، ما كنت أعرف إنه ما لازم، أو في قصص إنه خلص خلصت فترتها، فإنه ما أنا ضروري إنه تكون موجودة. حلو. طيب، معنا الفيديو الأول اللي أنت شاغله مروان، رح نشوفه ونحكي عنه. الو الو، مرحبا، اهلا منكوش. انت بالبيت؟ نعم، عم اسالك اذا انت بالبيت او لا. لا والله حبيبي انا بالسوق، بس حبيت نزل التليفون الارضي معي. عم صوت خطك وشي. مروان فيق مروان. يا ماما نايم؟ لا والله يا ماما، بس بعتولي على دريم فليكس انه نازل حلم جديد، فقلت بفوت بشوفه. مروان انت بالحمام؟ نعم. عم لك انت بالحمام؟ لا والله بصراحة شفت حالي فاضي، قلت بفوت بشرب لي كاسة متي. حلو مروان، شيء من الواقع واسئله هو بسألها. يعني هلا مثلا على سبيل المثال، هلا نحن قاعدين برا، فاتوا اثنين، فكان في حدا هون ضمن المركز، قالوا له انت هون؟ طيب شو تماما. فانه هدول اسئله مستفزه، وعلى فكره بدي اعمل جزء ثاني. بدنا جزء ثاني، لسه في كثير فايت. بلاوي. حلو كثير. يعني قد ايه حلو هيك انه تشوف تفاعل على هالفيديوهات اللي عم بتنزلها. هلا هو دائما لاي صانع محتوى بالعالم، التفاعل هو تقدير الناس لتعبك. يعني انا بس شوف تفاعل بنبسط، انه يعني تعبي ما راح على الفاضي. بحس انه انا بهي الفتره حاليا
يعني اسا التفاعل شوي خفيف، بس دائما الواحد له يومه يعني، وان شاء الله بيجي هاليوم. اهلك بيحضروا هاي الفيديوهات اللي بتنزلها؟ اهلي اكثر عالم ضدي بهيدا المجال. ليه؟ هني اول شيء انا وقت بلشت كنت بكالوريا، بلشت فصل ثاني بكالوريا، يمكن لهيك فكانوا صار ضدي في انه يعني ردة معقول عم تفضل اليوتيوب وفيديوهاتك انه هندي بالنهايه ما راح يطعموك خبز يعني، مع انه هالشيء غلط بس ما بسوريا. بعدين صاروا انه بعد البكالوريا صاروا انه شو هالجنون وانه شو هالخفة العقل وما بعرف شو. هلا بلشوا انه شوي وقت شافوا انه في تفاعل، في ناس بتحبني، في انه بنكون ماشيين بنكون قاعدين بمكان بيجي حدا بيسلم علي بتصور معي كذا، فانه صاروا يحسوا انه لا عن جد انه عم اشتغل شيء حلو. بتفكر تدخل بمجال التمثيل مروان؟ كتمثيل مبصم. انا قدمت على المعهد العالي بس اخراج ما تمثيل. تمثيل ما بظن عندي الهوايه اللي انه انا قدران اني امثل مشهد او اعمل مشهد او شيء، مع انه يعني شفناك بالفيديو. هدول قصص يعني قصص بسيطه ما كثير، انه يعني ما انه بيطلبوا مشاهد وعمل، ما بحس بدهم إنه تأثير بالناس، ما بتحس انه لا هلا بيأثروا. أيه. اكيد انه ردة فعلك مثلا شيء حزين شيء كوميدي شيء كذا، تماما. بس ما بحسهم انه هو عالم التمثيل يعني بشكل عام. طيب يعني شفنا هون كوميدي كان المشهد، بشكل عام شو هي اكثر المواضيع اللي بتقدمها للعالم؟ هلا انا صراحه هدول القصص الكوميديه تبعوت الدقيقه دقيقتين هدول بنزلهم عندي على الانستغرام على حسابي. قصص اليوتيوب انا دائما بحب انه المتابع اللي عم يحضرني، يعني نحن هلا عم نعيش ظروف صعبه، فبحب انه يكونوا عم يفوتوا ينبسطوا عندي، يفوتوا لحتى يرفهوا عن نفسهم ينبسطوا، شوف البسمه عليهم. او فوقت تكون عم حضر فكره فيديو بحاول انه اكثر قدر شوف كيف بدي ابسط المشاهد، فالشيء اللي بقدمه اكثر شيء مقالب رفقاتي. هي هالك رفقاتي فيها، في تحديات، في شيء اسمه فلوجات، واللي هن انه اخذهم رحلات مثلا وين ما بروح اخذهم معي، مثل هلا مثلا جاي لهون فانا عم صور فلوج انه جيتي وكذا. حلو. هيك القصص اللي بقدمها. حلو كثير. طيب يعني كيف تعلمت؟ يعني عم تقول انه انت ما بتحس انه عندك موهبة التمثيل او ما بدك اياها، كيف تعلمت انك توقف وتمثل قدام الكاميرا؟ يعني بدها تدريب، هي كانت شغله كثير صعبه، بدها يعني بدها جرأة. بالبدايه يعني لحد هلا اول فيديو لي بس احضره بقول انه هذا ما انا، يعني يا ريتني ما منزله، بس ما لي قلب شيله عن اليوتيوب او اعمل له اخفاء او شيء. بس لحد هلا بحس انه كل فيديو عم طور حالي بالوقفه قدام الكاميرا اكثر من الثاني، عم صير اعرف احكي اكثر عم بهذا المجال يعني. حلو. يعني كنا بنتمنى انه يكون في فيديوهات اكثر نشوفها لانه طوال اكثر. بالنسبه للمقالب اللي بتعملها برفقاتك، بيزعلوا منك او تعودوا عليك؟ في مقلبين موجودين على اليوتيوب لرفيقي اسمه حسين، فبوجه له تحيه، هو بلبنان. مرتاح هلا حاليا المقالب هو ايه هو بس انه بس يجي بعوض له كل هو اصله لبناني، بس انه رفيقي بيجي على سوريا كثير. ف في مقلبين بكي فيهم، بكي نظامي. اول مقلب بكي خوف علي، ثاني مقلب بكي لانه انا اتهمته بشيء انه ما حلو بالنسبه له، انه هو حكيان مع حدا بيعز علي كثير وعامل مشاكل بيناتنا، فبكي بسبب انه ليش عم تتهمني هيك اتهام. ايه لهالدرجه وبس مأثر. يخلص المقلب شو بتكون ردة فعله؟ بس يعرف انه مقلب بحسن انه بدهم يقتلوني، بس يعني براضيهم مثلا. ما بتحاول تهرب يعني؟ والله مره ايفانا عصبت علي تعصيبه مرتبه يعني، بس ما صورناها لانه اكلت بهدله مرتبه، بس بحاول بعد يعني خلف الكواليس انه اعزمهم على شيء، راضيهم بشيء. حلو. طيب في فيديو لسه جايبه؟ لا كان في واحد ما راح ينعرض. طيب يعني شو الرسائل اللي بتحب توجهها من خلال هاي الفيديوهات اللي عم بتقدمها مروان؟ هلا انا طموحي انه وصل صوتي لكل العالم انه نحن صح بسوريا عايشين فترة صعبة هلا، بس انه نحن يعني شبابنا قادر انه يطلع بمحتوى ينعرض مثل المحتوى الاجنبي. يعني دائما باليوتيوب هو المحتوى التوب هو المحتوى الاجنبي. فانا حابب اوصل هي الرسالة انه يعني نحن ما بنفرق شيء عنهم، فقدرانين انه نعمل. وحتى انه في مشروع بالصيف ان شاء الله بصيف 2021 رح يكون دعم للاشخاص يلي ما قدرانه انه تفتح قناة وتبلش تقدم محتوى عليها. رح تكون دورة تدريبية ومساعدة بأول فترة، بعدين هني بقى بعد ما يعملوا الأساس بكفوا بالشيء
حابينه يعني. حلو. انت قلت انه الفيديوهات اللي بتقدمها بتكون فيها مقالب، بيكون كوميدي يعني، تحديات. شو مثل شو التحديات؟ القصص اللي بتكون ترند على اليوتيوب غالبا. في كتير قصص بتنعمل تحديات بيني وبين حدا تاني. مثلا أكتر شيء درج فترة من الفترات يعني مثلا تحدي السيارة اللي قبلنا، تحدي طلبنا، تحدي هيك تحديات مختلفة. فينا نحكي عنهم شوي هيك مشان يعني هيك مثل ما عاد عم اتذكر. طيب قديش صار عندك متابعين مروان؟ حاليا أكثر من 3400. هو ما هو العدد الكبير بس الحمد لله على كل شيء. هي على اليوتيوب. يوتيوب. بتنزل هاي المقاطع على الفيسبوك مروان؟ لا، بنزل أحيانا كواليس مشان حمس العالم إنه تفوت. بس لا، بخرب يعني اسم الموقع إذا بنزل. يعني خلص أنا يوتيوبر، إنه شغلي على اليوتيوب ما إنه فيسبوك أو. طيب نسبة مشاهدة يعني هيك للفيديو قد ايه بتكون؟ هلا بيتنوع. مثلا في فيديوهات واصلة تقريبا 50,000، في فيديوهات توصل 500. حلو. بشكل عام يعني نسبة المشاهدة الموجودة على القناة أكثر من 270,000. نعم. مروان، في شيء اسمه تسويق المحتوى موجود، اللي هو عنه. البروموشن تبع انه انت بتسوقي الفيديو تبعك، تدفعي مقابل انه يتروج اكثر، يطلع على صفحات اكثر. فيك تروجيه سواء كان بالسيرش انه بس تبحثي على شيء معين يطلع. فيك تروجيه انه يطلع بالصفحة البدائية تبعت اليوتيوب. بس للاسف ما موجود هون يعني. في كتير مناطق بالوطن العربي محصور فيها هذه القصة. نعم، سوريا مو موجود يعني. لا، ما كتير صعب انه الواحد يعملها، بده يعملها من حساب برا. نعم. جربت مروان انه انت يعني تحاكي الواقع اللي عم نعيشه بسوريا ضمن هاي الفيديوهات؟ الواقع لا. جربت حاكي قصص يعني بتطلع ترند على الفيسبوك وبتطلع ترند على الانستغرام بطريقة كوميدية يعني. انه طريقة بتذكر بال 2019 طلع هيدا تبع يا حنان. فوقت عملت فيديو كامل عنه، لانه وقتها عن جد ضرب ضربه كثير كبيره، وحتى انه الفيديو جاب تفاعل حلو. فانه دائما هدول الترندات بدنا نحاول اجباري نلحقهم. صحيح. يعني ما جربت انه انت تحاكي الواقع شوي ولو بطريقه شوي هيك كوميك يعني؟ بحسها انه رح تجيب لي وجع راس اكثر من انه ما بعرف ليش ما بحسها انه خارج. ما بتحب يعني تدخل بهذا المجال. طيب شو طموحك للمستقبل بهذا المجال مروان؟ بطمح انه وصل لنسبه كبيره من المشاهدين، ومثل ما قلت لك قبل انه وصل صوتي للعالم انه نحن بالوطن العربي او بسوريا قدرانين انه يكون في شباب يعمل شيء فعال على السوشيال ميديا. وكمان انا بكتب قصص قصيره، افلام قصيره، ففي شيء كمان رح ينعرض لقدام. في شيء هلا عم تحضره؟ في شيء كتير حلو رح يبلش عرضه ب 26 الشهر على الكريسماس. رح نبلش تصويره بكره. هو اسمه تيم سكيف جوت تالنتس. فرح يكون مثل فقرة دعم مواهب ل5 مواهب بهذا الموسم. في مواسم كتير جاي ان شاء الله. الموسم الثاني رح يكون برمضان. يعني من وين هاي المواهب؟ من متابعيني هن. انه تيم سكيف انا بدي نوه صحيح على شغلي. انا 3/4 العالم بتفكر اسمي تيم. فتيم سكيف هو يعني فريق سكيف بالانجليزي. فتيم سكيف جوت تالنتس هو انه فريق سكيف عندهم مواهب. فكل المتابعين هن تواصلوا معي انه نحن عندنا هاي المواهب وبدهم يطلعوا معي بالبرنامج. حلو كثير. انا بدي اتشكرك. انا كمان بتشكركم على الاستضافه الحلوه. يوتيوبر مروان سكيف، بدي اتشكرك، بتمنى لك توفيق. شكرا. بتمنى يصير هذا يعني المجال مثل ما قلت يعني ان شاء الله نغير راي العالم فيه شوي. ان شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا.